الذي قرر أن يعيش بكبرياء وأن يعيش حر وإلا يفنى على بكر الجابية. الله أكبر. داخلية في إيطاليا استقال تسقط حكومة إيطاليا، لكن في ليبيا يمشي أي أمين ما يساوي شيء. الشعب والمؤتمرات الشعبية تجيب عدد من الأمناء بدلوا، لأن النظام في ليبيا هو نظام الشعب الليبي، الديمقراطية الشعبية المباشرة يلي أنتم ما تعرفوهاش. أنتم شعوبكم عاملة مظاهرات ضدكم، والشعب الليبي شفتوه شو عامل مع معمر القذافي في الميادين وفي الساحات. شوفوا قارنوا بين المظاهرات في أوروبا وبين المظاهرات في ليبيا. أنتم شعوبكم ما تحمل صوركم ضدكم، كسر في صوركم ضدكم وبتسقطكم مظاهرات في كل مكان. الطالب بالديمقراطية الحقيقية، ريل ديموكراسي. ما معنى ريل ديموكراسي؟ معناها الديمقراطية اللي موجودة في ليبيا يجب تطبق في أوروبا. شعوبكم تقول لكم الشعوب تبغي تحكم نفسها بنفسها زي الشعب الليبي، مؤتمرات شعبية ولجان شعبية، مؤتمرات تقرر ولجان شعبية تنفذ. إذا الشعب الليبي بيغير أي نظام يقدر يغيره، ولا واحد يقدر يمثل. مش حد يمثل الشعب الليبي. انتم استفزيتوا الشعب الليبي، انتم الشعب الليبي لما جبتوا عملاء تافهين خونة وقلتوا هذا من الشعب الليبي. هل هي الديمقراطية عندكم؟ ان واحد خاين جيبوه انتم في محيط ومحيط عندنا احنا والساتو ضد الناتو. والساتو بتاع الجماهير. عمركم شفتوا جماهير بهذا الشكل اللي كانت ضدكم؟ بس انتم جماهيركم ضدكم في الشوارع، واحنا شوفوا الجماهير. اما انتم يا اخوتي نوجه الخطاب لكم. انتم تبغوا تنهوا الازمه هذه، راوا الحل بيدكم انتم. مثل ما زحفتوا توا على الساحه الخضراء وانقلبت الشوارع وجيتوا من كل حد وصوب تزحفوا على الجبل الغربي. ليش اللي الفرنسيين تسقطوا عليهم سلاح بالمظلات، تاخذوا منهم سلاح تسكوه منهم، بتعرفوا عليهم اعفوا، ما بتعرفوا انتم حرام. والجبل الغربي تزحفوا عليه بمليون، يتم تطهيره الى غايه الهيبه، وتنتهي هذه المشكله. وعائلاتنا اللي في تونس، اللي بيات الان في تونس هربات من الخونه والطابور الخامس اللي تو طلعوا كانهم جنود لفرنسا. هذول مرتزقه لفرنسا، خونه زي اللي كانوا خونه مع الطليان بالضبط. الان طلع ان هم مع الجيش الفرنسي، كانكم تحاربوا في الجيش الفرنسي في الجبل الغربي، قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار. من اللي يوصلكم لهالوضع؟ الخونه اللي خانوا من الحلف الاطلسي. اذهبوا عليهم بسرعه، لازم تزحفوا على الجبل الغربي وتطهروه شبر شبر، وبعدين تحرروا مصراته بنصف المليون. يزحف عليه مصراته يحررها شبر شبر. تحرروا عائلات مصراته التي تستغيث، مصراته تستغيث، ازحفوا عليها بدون سلاح ازحفوا عليها مصراته. فكوا السلاح، جردوهم من السلاح، العصابات هذه جردوها من السلاح، وتحرروا مدينة مصراته اللي فيها موانيكم وفيها تمويكم وفيها مصنع الحديد والصلب نتاعكم. النفط اذا مس حد في البريكه والا في الواحات، والا النفط اللي يجي لمصفات الزاويه اذا مس حد يجب تزحفوا عليه بالمليون. ما فيش لعبه مع النفط. النفط هذا هو قوتكم وحياتكم وحياه اولادكم. لابد من تامينه بالشعب بالجماهير. مليون يزحف على النفط لكي يؤمن النفط غربا او شرقا، شمالا او جنوبا. استعدوا رجال ونساء استعدوا لحسم المعركة. حسمها سيكون بيدكم، وحيكون النصر قريب إذا أنتم صممتم وزحفتم مثل هذه الزحوف. زحفتوا على هؤلاء الذين يساندوا حزب الأطلسي. بعدين حزب الأطلسي ما عادش يلقى على من يتكي، ما عادش يلقى على من يعول في الداخل. يعرف أنه أمامه شعب واحد متحدي شجاع يستسلم من حزب الأطلسي ويولون الادبار. إذن
الحل بيدكم. تقدروا تحسموا المعركة في أيام محدودة وينتهي القصف وينتهي الحصار وينتهي كل شيء عندما أنتم تسيطروا على أرضكم من أقصاها إلى أقصاها. عندئذ يجوا يقولوا لكم خلينا نتفاهموا معكم ما دام أنتم أصحاب الأرض أصحاب السيادة وإحنا كنا غلطانين ما نحسبوش الشعب الليبي بهذا الشكل. هذه الحالة ستنتهي سيستسلموا وستنتهي المعركة بيدكم. المعركة سنوها بيدكم. شكرا نشوف في يدك أنا نشوف أنت شوف في يدك. شكرا عشت شوف النسوان شي كافات على يدي وانتم غادي يلعنوا فيكم شعوب تلعن فيكم. المعركة يا سادة انهوها بسرعة ما هيش معركة جيش نظامي، لا هذه معركة داخل البيوت داخل العائلات. عصابة تجي لي عمارة وتحتلها وتدير من البشر دروع بشرية داخل الأطفال وتديرهم بالدروع بتاريخ تدخل العمارات. شكرا يا شكرا شايفك أنا شايفك شايف عمرو شكرا. خلهم يشوفوا نعم خلهم يشوفوا في أوروبا وفي أمريكا في العالم كله خلهم يشوفوا. يجب أن نحن ننهي المعركة بسرعة والمعركة بيدنا احنا. هم بيتفاوضوا معنا تفاوضوا اهلا وسهلا ما بيش تفاوضوا احنا بننهي معركتنا الله. وهم خاسرين ويعرفوا من اعتبارا من اليوم ما عندهمش امل في المرتزقة ولا يسقطوا السلاح بالمظلات ولا يسقطوا القنابل ولا الصواريخ. هذه جربوها 100 يوم وطلعت كلها فاشلة. ما فيش الا ان يخضعوا لإرادة الشعب الليبي. اذا بسرعة ازحفوا على الجبل وازحفوا عليه بسرعة حينتهي كل شيء. بنغازي هذه آتي لا محالة. بنغازي خلاص الشعب كل يوم انتفاضات وكل يوم تفجيرات وكل يوم يعني هذه خلاص الخونة ما عادش لهم وجود. وهذا ما عملهم سركوزي. هذا هو اللي معينهم بيحكموا الشعب الليبي. معقولة كلام فارغ. استعدوا رجال ونساء للزحف قدام العالم مثل ما زحفتوا تو. ازحفوا بكره وبعد بكره وازحفوا كل الايام الجايه على كل المواقع اللي فيها الخونه وفيها الطابور الخامس وفيها المرتزقه اللي يقتلوا في اولادكم في كل يوم يقتلوا في اولادكم بطائرات حلف الاطلسي وبحمايه طائرات حلف الاطلسي. زكوا منهم السلاح جردوهم من السلاح بسرعه. كل القبائل تزحف كل الجماهير تزحف الرجال والنساء. نحن نقوم بواجبنا امام التاريخ ولا نخون ماضينا العظيم تضحيات اجدادنا ولا نخذل اولادنا واحفادنا ولا نخذل المستقبل ولا نخون الماضي. هنا الشجاعة وهنا الكبرياء. نحن اصحاب حق. نحن في ارضنا ارض اجدادنا لا نتركها ابدا ونموت من اجلها. هذا هو واجبنا. المجد لكم ايها الشجعان. المجد لكم ايها الليبيون. هذا هو المجد. هذه هي الشجاعة. هذه هي الكبرياء. إلى الأمام. الكفاح مستمر حتى النصر.